اليوم اللي صار في مباراة النصر مع الخليج نفس اللي صار في مباراة الوحدة مع النصر. اوكي، تخيل فريق 70 دقيقة ما يقدر يعزز بهدف ثاني، ضد الوحدة 70 دقيقة ما قدر يجيب هدف تعادل. فريق عاجز عقيم، والله إني أقول الكلام ذا بحيادية، ما عندي ضغينة ولا مع أي فريق. في 5 6 لاعبين والله حرام يلعبوا مع النادي، حرام. قل لي ايش سوى غريب آخر 5 مباريات؟ تاليسكا، كونان لاعب عادي، اللي تدافع عن كونان لاعب عادي. الغنام يا أخي يقعد دكة، بوش الموجود، الآدمي يبغى يلعب، أعطي بوش الفرصة يلعب أساسي. المشكلة الفريق ما عنده دكة، يعني الدكة برضو عادية، اللاعبين مران أو ماجد قشاش أو مشاريبوف لاعبين عاديين. يعني ضروري يكون عندك أساسي قوي ودكة قوية. بصراحة يعني تزعل، والله تزعل الجمهور، ترى ما نزعل اللاعبين يا شيخ، ما نداري عنهم أصلا. يعني تجيكم فرصة للصدارة وتضيعوها بالطريقة ذي. يعني الاتحاد انهزم من التعاون، جاتكم هدية وتضيع الهدية وقدام الخليج، يعني حرام والله. انت لو كنت فزت يا نصر في هذه المباراة، الاتحاد المباريات الجاية كلها حيلعبها مضغوط وخايف مرتبك، لكن دحين ارجع الوضع الطبيعي، الاتحاد فارق، انت انهزمت، الاتحاد فاز، ارجع الفارق الاول زي ما هو. فعلى إدارة النصر إذا كانت حابة تنافس على دوريات قادمة أو أي بطولة، صدقنا عزز بلاعبين، لاعب سوبر كذا لاعب، أقل 3 4 لاعبين أقل شيء، ظهير مكان كونان، وسط لاعبين، مهاجم، هداف يكون، ولا صانع ألعاب وكريستيانو صندوق. أما كذا على الدنيا السلام.